السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما خاصكم الطخير. الطبق اللي غنشارك معكم اليوم هو طبق اللحم مشوي بالزعفران الحر والسمن البلدي، يعني طبق مغربي واصيل. المهم بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والتفاصيل. كناخذوا الزعفران الحر كنديرو في واحد الكاس وكنضيفوا عليه الماء دافي، وكنجيو دابا للتتبيله. الا كان عندكم السمن بحال ديالي ما حارش بزاف كندير معلقه كبيره ديال السمن، كان حار بزاف كنديروا معلقه صغيره ديال السمن ومعلقه اخرى صغيره ديال الزبده، ضروري لان بغينا الطبق يطيب اكثر في الزبده وتيجي طري وبنين، تيجي هذا اللحم هذا ما نقول لكمش. كنزيد على السمن شويه د الملحه وشويه د الكمون وجوج معالق كبار ديال زيت الزيتون وداك الكاس اللي فيه الزعفران، صافي هادو هما التوابل. والكمون تيكون قليل، نص معلقه صغيره، وشويه د الملحه ما تكثروش لان السمن فيه الملحه، وصافي. وداك الزعفران الريحه ديالو كتسكر الدار. صافي كنخليه يتشرب، انا خليته تقريبا شي ساعه، ما كانش عندي الوقت. هادو ضلوعه ديال العجل. ومن بعد غادي نجيب الطنجره ديال الضغط فاش غادي نطيبو. هاد الطريقه هادي انا كتعجبني في الطنجره ديال الضغط لان كيبقى داك البلول كيجي بنين، تيجي واعر واعر. المهم كنزيد عليه كاس ديال الماء كما قلت لكم، كنردو على البوطه، وفي هاد الاثناء كنخليه حتى تبدا تصفر، غير تبدا تصفر كنقص ليها البوطه مزيان وكنخليه يطيب. خدا ليا تقريبا شي ساعه قل 5 ديال الدقائق. كناخذ اللحم بعد ما طاب كنديرو انا في القلايه الهوائيه غير شويتو غير شويه، وهذاك البلول خليته زاد اختار مزيان. وكنضيفو، انا بغيت نقدموه بطريقه مغربيه في الطاجين، طريقه كلاسيكيه، وكيجي المذاق ديالو خطير صدقوني. وداك البلول على ريحه ديال السمن والزعفران كيتوالم بطريقه خطيره، وداك شويه ديال الكمون تيقوني كيعطي واحد النسمه غريبه الطبق هذا. واخا نبقى نوصف لكم التنعيه، الا جربتوا غتعرفوني علاش كنهضر. انا قدمته بطريقه تقليديه كما قلت لكم، درت معاه البطاطا اللي دائما كنديرها في القلايه الهوائيه ما تنقليهاش، كتجي رائعه. وضفت شلايض، انا درت دائما كما قلت لكم تقليدي وكلاسيكي، شلاضه مغربيه اللي هي فيها غير مطيشه وفلفله مشويه وبصله وشويه ديال القزبر ومليحه وكمون وزيت الزيتون وشويه ديال، وضفت ايضا الزيتون المشرمل اللي انا كندير في الدار. والطبق ديال اليوم نتمنى يعجبكم، ونتمنى تخليوا لي لايك وتعليق زوين باش تحفزوني وباش تشجعوني باش نستمر. وهذا ما كاين. بالسلامه عليكم وربي يكون يعاون حتى لطبق اخر وصفه اخرى ان شاء الله.